ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. لو اول مره تشوفي قناتي، انا مجنى ودي قناتي يوميات ومجنى، بقدم روتينات وطبخ. اتمنى تشتركي في القناه وتعملي اللايك لو عجبك الفيديو، فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده بقى المكان مختلف، ما تستغربوش، ده مطبخ حماتي. بصوا النهارده بقى هنعمل روتين كده برضو، تنظيف وعمل اكل. هنا كان احنا يوم الجمعة بنقضي يوم الجمعة ده وانا عند حماتي ماما. انا وسيلفي وكده بنروح نتجمع هناك. والولاد كمان برضو يروحوا في البيت. بصوا بقى، احنا بنتجمع هناك كل جمعة، ربنا ما يقطعها عادة يا رب. أنا قلت بقى اصور لكم بقى روتين يوم من ايامنا كده في البيت. اول حاجه بقى ابتدينا ان احنا نعمل ايه. المفروض ان احنا هما بيطلعوا من الجامع بعد الصلاه يتغدوا، فلازم يكون الغدا جاهز بنوضب فيه قبل الصلاه يعني وكده. رحت الصراحه لقيت ماما عامله مسويه الفراخ عشان ما تاخدش وقت يعني وكده، وعشان كمان لو احتجت شوربه تبقى موجوده يعني بسهوله. قالت لي بقى اعملي انت ايه السلطه والرز والملوخيه، هنعمل ملوخيه خضراء. قلت بقى ايه اصور معاكم اليوم الجميل ده. معلش بقى لو التصوير مش قوي، عشان انا ابن سيلفي هو اللي بيصورني، وهو صغنن خالص في سنه 6. هو برضو مع جانا بنتي، بس انا جانا بقى الفكره ان هي بتسمع معايا فيديوهات روتينات كتير، فبتبقى عارفه زاويه التصوير منين، تبقى عارفه مثلا ما تجيبش ايه وتجيب ايه وكده. هو بقى ما يعرفش صراحه، مش بيتفرج قوي يعني، حتى لو اخر حاجه اتفرج عليها مثلا تيك توك والفيديوهات اللي هي كده دي، فما يعرفش زاويه الروتينات بتبقى عامله ازاي. فصراحه هو ما كانش فيه اللي هو ساعتها بيصورني وكده. حتى في اخر الفيديو بقى هما بيسيبوني وبيخرجوا خالص بقى بره البيت، بيروحوا مشوار وكده، فبضطر ان انا ايه احط الموبايل بقى. مش معايا الستاند الصراحه، ما كنتش ناويه ان انا اصور يعني، عشان كده ما جبتوش. انت عارفين انا مش اول يعني، مش بصور هناك، دي اول مره اصور. فعشان كده معلش استحملوني شويه. ولو عجبكم الفيديو او الروتين في بيت حماتي قولوا لي، وانا بصور لكم في اماكن كتير تاني في البيت. آم، زي ما شفتوا في اول الفيديو كده، انا جبت لكم شكل مطبخ حماتي عشان تبقوا عارفين برضو احنا واقفين فين بنعمل ايه الكلام ده. هنا كده انا عملت السلطه، وكنت طبعا حاطه الرز يتحمر. اللي هو بقى بعمل السلطه وبقلبه برضو كده شويه بشويه لحد ما ايه، احنا نعمله رز حبايه بحبايه. يعني بنحمر نص الرز الاول، وبعد كده بنحط الشعريه تحمر، وبعد كده بنقلب الرز التاني، النص التاني تقلبتين كده لحد ما يعمل صوت. يطلع منه صوت كده، يحس ان هو اتحمص يعني، علشان لما تيجي تديله الشوربه وتسقيه ما يعجنش. طبعا انا بحمره في سمنه بلدي. تمام. هنا كده بقى ايه، الرز احمر خد اللون بتاعه. معلش بقى لو كان الالوان مش ظاهره قوي، لان الاضاءه ما كانتش مظبوطه الصراحه. المطبخ مش فيه غير لمبه واحده. حاسه انه مش عارفه اعمل ظل، الالوان مش ظاهره كده زي ما هي يعني في الحقيقه. بس برضو ايه، قلت هعمل لكم بقى روتين مختلف الصراحة. هناك المطبخ واسع وجميل كده، والبوتاجاز كمان ما شاء الله 5 عيون كبير، يعني حاجة كده ايه حلوة. زي ما انتم شايفين بقى، انا حماتي صراحة مش بتسيب الدنيا مش نظيفة، ده حماتي زي الفل، قشطة كده. انا مش بروح لها غير يوم مثلا في الاسبوع، يمكن كمان افوت اسبوع ولا حاجة واروح لها. لما بروح ما شاء الله بلاقيها منضفة، عاملة كل حاجة، مش قاعدة مستنيين ولا حاجة. بس لما بروح واصادف بدري بي بيبقى في حاجات لسه ما اتعملتش، فانا طبعا بساعد يعني، مش هقعد بقى مش هنستهبل. كتر خيرها ان هي شايله نفسها طول الوقت، فاللي بنقدر عليه ان احنا نعمله ويجي فرصه يعني نعمله بنعمله. وهي الصراحه من النوع اللي بتشكر. وصراحه ربنا يا رب يديها الصحه، ما يحوجهاش لحد، هي مش مستنيه من حد مننا حاجه، لان احنا اصلا مش مع بعض في نفس البيت يعني، احنا في بيت تاني. فاللي هو ايه يعني، هي عارفه ان هي كده كده مش تتكل على حد يعني. هنا بقى كده كنت خلاص الرز اتحمر، وابتديت ان انا اديله شوربه. طبعا كنت ضايقه الشوربه وعارفه ان هي الملح بتاعها مظبوط، هي حاطه ملحها وتوابلها وكده. وخلاص غطيت عليه بقى، هو ياخد غلوه كده وبعدين هدي عليه. تمام. المفروض ان انا كده دلوقتي بقى باخد شوربه عشان اعمل الملوخيه. طبعا هحط الاول بقى كده ايه شوربه. انا عارفه ان الشوربه كده الكميه دي هتكفي، لان عارفه كميه الملوخيه قد ايه، فبتاخدي على قد الكميه بتاعتك. وبحط فيها بقى ايه، كزبره وكمون وفلفل اسود. طبعا الملح بتاعها مظبوط. وبحط بقى مرقه دجاج. دي كده التوابل اللي احنا ايه حطيناها. بحط بقى معلقه يعني مش معلقه، نص معلقه كده، حاجه على طرف المعلقه. توم مفروم. التوم ده اللي هو ايوان، اللي احنا هنعمل منه التقليه بتاعتها او الطشه. ومرقه دجاج.
نحاول نحبّظها يعني زي ما بيقولوا على قد ما نقدر، حبّظها دي يعني نتبّلها. وهنا كنت حطيت السمنة البلدي، الزبدة الفلاحي يعني والتوم ونقطة زيت برضه، علشان نحمّر فيه نحمّر التوم بقى في الزبدة الفلاحي دي. وحطيت بقى كده الملوخية. بصوا بقى الملوخية دي هي كانت من يومين 3 كده مقطّفة ملوخية ومخرّطاها وطلعت كتيرة، هُم يعني هي وبابا بس اللي عايشين في البيت، يعني ما فيش حد معاهم، فهتبقى كتيرة عليهم، فصراحة عانيت منها شوية. الكمية اللي أنتم شُفتوها دي ما شاء الله برضه عاملة للطبقين حلوين، يعني هُم لو معمول على قدّهم بس الكمية دي هتبقى كتيرة كمان، لإن هُم ممكن ياكلوا طبق ويرموا التاني. فاللي هو قالت لأ ده كده كتير، فعانيتها وهي متخرّطة زي ما هي في الفريزر، وزي ما أنتم شايفين طالعة بتحفة وخضرا كأنها بُصّوا صابحة فريش. فاللي هو إيه، قالت خلاص إيه أعين الشوية دول وأبقى أعملهم إيه في يوم تاني، فطلّعتهم بقى عملتهم وعملت جنبهم طبق سلطة لإن هُم مش كتير يعني. فطبقين بقى سلطة وطبقين ملوخية الدنيا هتضبط. تمام. فاللي هو بقى كده إيه جِبت كده الزبدة الفلاحي وحمّرت حمّرت فيها التوم بقى عشان نعمل الطشة بقى ونعمل شهقة الملوخية الجميلة دي. عايزة أقول لكم يا جماعة إن أول ما حطيت التوم في الملوخية شميت ريحة، يعني مش بس ريحة التوم بقى، ريحة السمنة البلدي كمان. جربوها كده. أيوه اللي هي الزبدة الفلاحي يعني. بصوا أول ما تحطي التوم لازم تحطي في الطبق كده ملوخية، اسمها حاجة ترحمي الطبق، حاجة اسمها يعني ترحمي الايه الطبق. ليه؟ لأن هو بيكون سخن قوي ومولع، فانت لما بتحطي عليه الملوخية دي بتطشيه يعني بترحميه اللي هو بيبرد يعني. تمام. هنا كده ابتديت ان انا بقى اطلع الفراخ اللي هي كانت مسويها من مكانها، عشان كمان ايه الحلة فيها شوية شوربة، فعشان ما اجي احطها في الزيت ما تقعدش تطرطق بقى وتفرقع وكده. طبعا نشفت الطاسه من ميتها على النار، وحطيت بقى ايه الزبده الفلاحي برضو والزيت. حماتي بقى مش بتحط زيت صراحه، هي بتحط الزبده الفلاحي بس وتحمر فيها، بس هي كانت اخر بقى ايه معلقه فمش هتكفي. بس بتدي طعم تحفه لو حمرتي بيها الفراخ او اللحمه بتاعتك. جربيها والله العظيم هتدعي لي. انا مش بعملها غير بالطريقه دي ان أنا احط زبده فلاحي. بس عشان كانت الكميه ايه كمية السمنة قليلة، فقُلت أزوّد إيه معلقتين كده زيت. وهنا كده كنت خلّصت الإيه الملوخية زي ما أنتم شايفين، باورّيكم إن هي حلوة مش بترقد ولا حاجة وحلوة جميلة وشكلها أخضر. والرز هنا كان بيستوي، كان قرّب يعني يستوي، فقُلت على ما الرز يستوي أكون حمّرت إيه الفراخ وطلّعتها. في الوقت ده طبعًا ابن سيلفي يعني كان واقف معايا، جِدّو نده له، وطبعًا بقيت أنا أصوّر أهو باصوّر بإيد وباقلّب بإيد. بصّيت لقيته بقى جاي لي بيدّيني إيه كوباية شاي، قال لي خدي ده جدي كان بينده لي عشان أجيب لِك شاي وكده. فقُلت له والله يا ابني الكوباية دي جات في وقتها. الواحد لمّا بييجي يشتغل كده بتاع بيحس إن هو لأ يستاهل إن هو إيه فاهمة يستاهل كوباية الشاي كده بالذات بعد شغل كتير يعني. وبالذات لمّا بتخلّصي بقى شغل البيت كده تشربي كوباية الشاي دي لو بتحبي الشاي يعني، أو أي مشروب أنتِ بتشربيه بتحسي بروقان بقى بالذات بعد شغل البيت، فاهمة، تكوني خلصتِ كل اللي وراكِ فبتشربيها بمزاج. هنا حطيت بقى كوباية الشاي جنبي وقُلت إيه أطلّع الفراخ، هُم بيحبوها متحمّرة بس مش متحمّصة أوي يعني مش ناشفة، مش spicy. فابتديت بقى إن أنا إيه أحُط، دي ما كانتش أحمرت أوي فسِبتها شوية وبعدين طلّعتها وحطيت بقى إيه المرّة التانية على مرّتين عشان خاطر ما تبقاش إيه كمية كبيرة. وفي الوقت ده بقى المفروض إن أنا إيه باشرب الشاي يعني وأنا باطلّع الفراخ وكده، وعمّالة برضه باصوّر لكم. أنا مش سايبة حاجة الصراحة غير لمّا باصوّرها لكم. لو زاوية التصوير مش ضابطة معلش عشان في طفل صغنّن هو اللي بيصوّر كتّر خيره ونشجّعه علشان خاطر إيه يعمل لنا فيديوهات تانية كتير. صراحة ما كانش في أصلًا حد في البيت، وأنا ما عنديش ما جبتش الstand يعني مش ما كنتش راسمة 1% إن أنا أصوّر. أنا أوقات كتير باجي بالاقي حماتي أصلًا مخلّصة كل حاجة. فاللي هو إيه يعني ما مش في خيالي خالص، بس لقيت بقى يالّا أهو طَب يالّا نعمل روتين مختلف عشان برضه إيه ما تملّوش وتزهقوا وكده. بس بيقولوا لي بقى إيه رأيكم في الروتينات في مطبخ حماتي مامتي. وأنا بعد كده لو عايزين تعملوا باجيب بقى الstand والring light عشان الإضاءة والحاجات دي، وإن شاء الله الشكل يفرق بقى بفرق الإضاءة وكده. تمام. طبعًا بقى كده هنا كنت جهّزت خلاص الفراخ حمّرتها، عصرت عليها ليمونة ورشيت عليها شوية ملح. وهنا السلطة جهزت، وابتديت إن أنا برضه أغرف الملوخية. طبعًا ما بانساش بقى أهم حاجة المعالق، يعني كنت في الوقت ده عمّالة أقول أجيب المعالق طب أعمل إيه، المهم رُحت دُقت الرز لقيته استوى. قُلت أغرفه يبرد برضه كمان، اللي هُم على مسافة ما يحطوا الطبلية كده اللي هو إيه، يبقى خلاص الأكل برد. طبعًا بقى لا سُفرة ولا بتاع، كده ابتديت إن أنا أطلّع المعالق وأغسلها. تمام. وحطيتها. ما فيش أحلى من قعدة الطبلية يا جماعة واللمة. والله العظيم أنا باتنشأ على اللمة دي طول الأسبوع، أنا باروح يوم الجمعة ده عشان اللمة والله. أنا عايشة في البيت أنا والبنتين، وأبوهم بيسافر وييجي والكلام ده، فاللي هو ما فيش
ما فيش لمة، فبنفرح أوي باللمة دي، ولاد سيلفي وإحنا وبابا وماما والكلام ده، فباحس العدد بقى كمان بيأكّل واللمة حلوة وبنضحك ونهزر. زي ما أنتم شايفين كده المطبخ ده بقى ده إيه قبل يعني ساعة الأكلية بُصّوا ساعة الأكل كده الجرد لو واخد الحُطبة حلوة هنتاخره كده ونحط بقى بعده إيه مواعين الأكل. تمام، إحنا كده بقى في الوقت ده هنغرف، هاوريكم بقى شكل الأكل إيه على الطبلية. ابن سيلفي كان مصمم يقف يصور شكل الأكل على الطبلية عامل إزاي فقُلت له صوّر مش هنخسر حاجة. تمام. هنا بقى كده إحنا هنا في الصالة، ابتدينا إن إحنا نحط الأكل. عايزة أقول لكم يعني جدو واقف عمّال يقول له: "يا ابني أنت بتعمل إيه؟ يا ابني اقعد علشان تاكل." يقول له: "بس يا جدي، حاضر يا جدي." مش عارف إيه يا جدي، وأنا بقى قُلت طب خلاص هات يا عبودة. حطيت بقى طبقين اللحمة هنا كده ورُحت جيت قُلت له: "هات يا عبودة أنا هاصوّر أنا." وخدته عشان آخده منه مش هيرضى يقعد، حاسة إن هو هيفضل يصوّرهم طول ما هُم بياكلوا. هنا بقى جنى بتقول لي: "مامي هاتي عيش بقى عشان الملوخية ما بتاكلش غير بعيش." سِتّها معلّماها الحركة دي. قُلت أجرّبها معاها اليوم ده، قُلت أجرّبها معاها. الصراحة طلع طعم الملوخية بالعيش حاجة تانية أنا ما كنتش جرّبتها الصراحة، تحفة، حاجة تانية غير الرز. بُصّوا بقى هنا البوتاجاز هو يبان لِك من بعيد إن هو نضيف، بس هو طبعًا مليان دهون بسبب إن أنا كنت باحمّر اللحمة بقى في زيت بيطشطش. رز مثلًا ممكن يُقع منِّك وأنتِ بتقلّبي الكلام ده، بس هي عشان ماما لسه مغيّرة الألمونيوم ده والّا اسمه إيه السلوفان ده مغيّراه جديد يعني، فلونه حلو فما يبانش فيه إن هو متبهدل وكده. هي من النوع اللي هي مش بتحب حاجاتها تتبهدل، وزي ما أنتم شايفين فرشة على الغطا وعلى البوتاجاز وعلى باب البوتاجاز كمان مش مخلية، هي بتفرش فرش حلو وكل فترة بتشيله وتنضف تحته وما شاء الله عليها ربنا يا رب يديها الصحة ما يحوجهاش لحد أبدا يا رب. هي ست نظيفة باين من مطبخها يا جماعة. المطبخ ده ما شاء الله بقاله سنين سنين يعني مش مطبخ عروسة جديدة يعني. فما شاء الله الله أكبر في نضافته، لأ مطبخ عروسة جديدة. تمام. زي ما أنتم شايفين كده ابتديت إن أنا إيه غسلت برضه بالسلك والصابون. مش معنى إن هو مش متوسخ إن إحنا نعمل كده، لأ ما دام فيه دهون يبقى فيه إيه صابون، علشان خاطر ما يجيرش بقى كده ويلزق، يبقى نضيف وحلو. زي ما أنتم شايفين كده ابتدت تبان عليه النضافة وبقى يلمع. تمام. بعد كده بقى هامسح الرخامة لو في أي مواعين في أي حتة بالمها طبعًا على الحوض، علشان أبتدي أعرف إيه لو في أي حاجة هنا أو هنا. طبعًا بقى ابتديت إن أنا أفضّي أي أطباق، أي معالق، أي حاجة موجودة في المكان، وابتدي بقى إن أنا أجهّز إيه، أغسل المواعين دي. بُصّوا بقى يا جماعة أنا يا دوبك شِلت المواعين دي من على الحوض كده نزّلتها في الأرض وبتاع جنبي عشان يبقى في مكان أدعك فيه، ويا دوبك غسلت الصينية بس، يعني الحوض والصينية بتاع الشاي دي اللي هي الكوبايات والحاجات دي. وبعد كده بقى ابن سيلفي سابني ومشي، "يا ابن اللذينة رُحت فين؟" أنا مش عارف إيه بينده عليَّ هوب دَوّرت عليه ما لقيتهوش أبدًا. يعني هو كده واقف مثلًا بالstand أهون أو واقف يعني قصدي ماسك الموبايل. طبعًا مشي. هاعمل إيه طيب هاصوّر إزاي؟ عايزة أقول لكم حطيت التربو ووقّفت عليه التليفون، بس هو مش هيبقى في مستوى الحوض عالي عنه كده زي ما هو عالي دلوقتي. لأ هو هيبقى إيه، يعني بُص هيجيب الحوض وكل حاجة، بس حاسة الحوض عالي شوية فمش باين أوي. فمعلش عذرًا بقى أنا قُلت إيه معلش استحملوني. أنا حطيت التربو وحطيت وقّفت التليفون وسندته كمان عشان ما يقعش بالجيركن بتاع الصابون. والله العظيم كنت باصوّر وأنا بُصّوا يعني دماغي هتلاقوني واقفة مش مركّزة كده سرحانة عمّالة أقول يا ترى، يا ترى الدنيا فيها إيه إيه اللي باين والكلام ده. هو حتى واقف أهون عمّال يهز لي في الكاميرا، مش عارفة يعني كل شوية ييجي يقول لي طب تعالي شوفي كده أنا جايب إيه وعامل إيه. زي ما أنتم شايفين كده أنا غسلت الحوض وغسلته من برّه ومن جوّه، يعني الحوض نفسه من جوّه من الأرضية عشان لمّا أنزّل فيه أي كوبايات أو أي حاجة يكون نضيف، وفي نفس الوقت نضّفته من فوق وفضّيت المواعين من عليه، يكون عندي مساحة أغسل عليه، وفي نفس الوقت برضه لو عايزة أصفّي مواعين أو أي حاجة أحطها عليه. بس هُم عامةً مش بيصفّوا في المكان ده، بس قُلت برضه إيه، باحب إيه كده الحاجة مثلًا لمّا تتشال ما يبقاش فيها مَيّة كتير، يكون فيها إيه، يعني يكون مَيّتها متصفّية شوية حتى على ما تتصفّى في مكان تاني. تمام، كده ابتديت بقى إن أنا إيه، أغسل الصينية بتاع الشاي. الصينية دي بصوا بقى أساسي كده أول ما يجوا من الصلاة لازم كوباية شاي. وفي ما شاء الله بقى إيه في عادة عندنا حلوة أوي ربنا ما يقطعها أبدا يا رب. إحنا الجامع في وش بيتنا على طول. في ناس عندنا من العيلة كل جمعة يحضروا الصلاة في الجامع ويطلعوا من الصلاة على البيت عندنا على طول. يا رب ما تقطعها عادة ويفضل دخلتهم علينا دايما يا رب وبالخير.
وفي الخير. فاللي هو ايه، انا الموضوع ده بيفرحني جدا. والله العظيم بحب القعده دي جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم يوم الجمعه ده بيبقى يوم جميل بشكل، تجمع في العيله ولمه العيال مع بعضهم، والناس بقى اللي بتيجي كمان بعد الصلاه، وبابا بقى يقوم عامل لهم كوبايه شاي، ونحط بقى الاكل كده لو نعزم ولا حاجه. طبعا بص بتبقى في لمه بقى كده وهيصه. والله العظيم يا جماعه بيبقى يوم زي العسل. عشان كده تلاحظوا ان كان في كوبايات كتير على الصينيه، وانا لما غسلت حطيت الاربعه دول بس، وحطيت الباقي تاني ايه في المطبخ رجعتهم. ده بقى عشان كان في ايه الشاي بقى اللي هو قبل الاكل. بتبقى الكوبايات بقى ايه كتيره وكده. فطبعا بقى انا سبت الصينيه ما غسلتهاش، ما عملناش بقى بعد الاكل شاي وكده، عشان خاطر ايه كنت بقى ادخل الم الدنيا دي والم المواعين. بصوا بقى انا مش عارفه بقى التصوير كده بالنسبه لكم كويس ولا ايه، وقولوا لي في التعليقات. والله العظيم حطاه على التربو، بس للاسف التربو اقصر من الحوض شويه. اللي هو ما كانش في اي حد في البيت خالص، ما فيش غير ماما. يا ماما يعني ملهاش في التصوير، وحتى لو ليها يعني هوقفها بالموبايل مثلا يعني. في الوقت ده بقى قالت لي ايه، انا عندي هدمتين كده هروح افرزهم كده واقوم جايه احطهم في الغساله. هي ما شاء الله عندها غساله اللي هي الاوتوماتيك اللي بابها من فوق دي. فاللي هو ايه يعني الغساله عندها صراحه مش متعب، يعني اللي هو مش محتاج مساعده. تمام. فقلت بقى اغسل لها انا بقى شويه المواعين كده، انضف لها الحوض البوتاجاز المطبخ، زي ما بنعمل صراحه كل اسبوع يعني. بس الصراحه المطبخ المره دي كان نظيف اصلا، ما كانش محتاج شغل. يعني في اوقات كده مثلا مره في الاسبوع بيبقى فيه تنظيف مره في الشهر يعني. كل 3 مرات كده اقوم جايه عامله لها مره بقى ايه انضف الحيطان، السلكه اللي في ايدي دي بقى كده وشويه صابون، واقوم جايه دعكه الحيطان والارضيه ومش مخليه. هنا كانت بتقول لي بقى جيبي لي ايه اريال عشان احطه في الغساله. تمام. اقوم جايه دعكه المطبخ بقى مره، يقعد مرتين ثلاثه، اللي هو لو تنضفي اي كلام كده هيفضل زي الفل. لان زي ما انتم شايفين المطبخ اغلبيته اماكن فاضيه، بتفضل نظيفه ان كان حيطان او ارضيه. وما دام ما فيش هرس وبهدله على الرخامه وفي المواعين. بصوا بقى لما بروح اغسل لها شويه مواعين زي كده واصفيهم، يعني يصفيهم كده علشان ينشفوا. بعمل ايه بقى اول ما ينشفوا واكون عايزه بقى اعينهم في مكانهم، يعني عايزه احط المكان في المطبخ، يعني المواعين في المطبخ. اعمل ايه بقى، اقعد اطلع كل المواعين اللي عندها في المطبخ. والله العظيم ده عاده عندي، تقول يا بنتي كل اسبوع هتخبطي كده. لازم اطلع كل المواعين وارصها، واحط لها الصواني مع بعضها والحلل مع بعضها والغطيان مع بعضها والكلام ده. هي لا، ما هي ايه ده انت كل اسبوع هتقعدي تعملي ايه كده، حطي المواعين في المكان الفاضي وخلاص وريحي دماغي. انا لا، ما انا كده كده هحطهم، يعني هم اصلا رافين مطبخ يعني مش كتير يعني عشان ياخد مني وقت. واقعد بقى المعالق ادور في الدرج لو في معالق مش نظيفه اغسلها، مش عارف ايه، ارص لها الدرج. هبقى نعمل برضو روتين مع بعضنا كده ان شاء الله قريب بالحاجات دي. بس الصراحه انا يكفيني والله العظيم لو قعدت اشتغل شهر كده متواصل، يكفيني دعوتها. صراحة ما هي بتلاقي حاجة بعملها كده بتقعد تدعي لي، هي من غير حاجة والله بتدعي لي. بس الصراحة أنا بفرح لما بعمل حاجة وبتدعي لي. بتحس إن اللي قدامك بيقدر، فبتبقى عايزة تيجي صوابعك العشرة شمع أكتر وأكتر. بأمانة انتوا قولوا لي برضو رأيكم، لو انتوا فعلا بتعملوا حاجة ولقيتوا اللي قدامكم مقدر، مش انتوا بتفرحوا برضو؟ انا بقى بص الاقيها بتدعي لي. انا عندي بنوتين مثلا، فهي تقعد تقول لي ربنا يديكي ولد، ربنا يديكي مش عارف ايه. انا من النوع اللي بجري على الخلفه شويه على ما بخلف، فتقعد تقول لي ربنا يديكي من غير ما تجري، ربنا يديكي وما تتعبش في الجري، مش عارف ايه. تقعد تدعي لي كده ربنا يخلي لك البنات، ربنا ينجحهم لك، ربنا يسترك يا بنتي. صراحه دعاوي بتبقى لو قعدت للواحد والله العظيم يا جماعه. انا دايما كانت ماما تقول لي ايه، دعوه الحما في السماء. لما اجي اقول لها ادعي لي تقول لي ارضي حماتك تدعي لك، دعوتها تقعد لك انت اكتر مني. ليه يا ماما، ده انت دعوة الام ورضا الام وبتاع، تقول لي برضه ارضيها، ساعديها. الصحة ما بتتوفرش، ماما كانت تقول لي كده، واي ام لازم تقول لبناتها كده. اوعوا حد يقوي حد على حماتها. والله العظيم يا جماعة بتبقى تعبت وكبرت وربت، وعايزة تجيب واحدة تساعدها وتخدمها وتحن عليها. مش تخدمها بقى تبقى خدامة، يعني تشيلها. معلش احنا كلنا امهات وعندنا عيال وهنتحط في نفس الموقف ده قدام. فكما تدين تدان، فبتبقى عايزة يعني ابنها يشيلها، مراته تشيلها كده. وتلاقي بص تلاقي بقى أسوأ منها، وفجأة أهلها يسلطوا وأهلها يسخنوا الدنيا على بعضها. هدوا النفوس يا جماعة كده وابقوا حلوين وقولوا كلمة حلوة. لو رحت لماما تعبانه في يوم مثلا، مالك يا بنتي وبتاع، كنت اقول لها مثلا كنت بعمل وكنت بعمل، تقول لي ايوه جدع اعملي. كنت تشجعني الصراحه يا جماعه على اعمال. والله العظيم امي الله يرحمها، يا رب يجعل مسواها الجنه، ويقعد لها الكلام ده يا رب في ميزان حسناتها. عمرها ما قوتني عليها ابدا، لان هي عارفه ان هي لما تقويني ده مش هيعمل حاجه حلوه، بالعكس ده هيخرب بيتي. وهي ام وعارفه، وهي كانت مجوزه اولادها برضو وعارفه، واللي كانت بتتمنى لنفسها كانت بتتمناها برضو
لايه لحماتي. فكانت بتقول لي ايه دايما عاملاها كانها امك. وانا مخطوبه كانت تقول لي قولي لها يا ماما. حماتي معاها 4 صبيان يا جماعه ما شاء الله، مش معاها بنات. فكانت تقول لي قولي لها يا ماما، هتحبك، هتعتبرك بنتها. لما اتجوزت كانت تقول لي عاملاها كانها امك بالظبط، هي امك. انا النهارده بقول على امي بكره قوي كلمه حماتي دي، لان انا اتعودت ان هي امي، مش زي امي، هي امي. انا امي ميته دلوقتي، هي امي بقى. فاللي هو ايه، لما صراحة كانت ماما تقول لي ما تعزيش صحتك عنها، الصحة ما بتتوفرش، مش هتحوشيها يعني، هتخلص فالحقيقة اعملي بيها حاجة. كانت تقول لي هتدعي لك دعوة، دعوتها هتقعد لك. يا بنتي ده ما عندهاش بنات هتعتبرك بنتها. صراحة كانت بتقول لي كلام حلو قوي. كان لو انت حتى رايحة فيكي ايه ترجعي كويسة، وهترجعي بتعملي وهتفحطي في الصخر. واللي كان بيشجع اكتر بقى ان لما كنت بعمل حماتي صراحة بيتمر فيها وبتشكر وبتدعي لي دعوة حلوة، ربنا يخليها لي يا رب، وما نحرم من دعواتها ليا بحق جاه النبي. وعايزة اقول لكم يا رب كل دعوة حما حلوة لمرات ابنها تقعد لها. ويا رب ما يجوز فينا ابدا الدعاوي الوحشة من اي حد علينا ولا عليك ولا على اي حد. يا جماعة الصحة ما تتوفرش، اعملوا ساعدوا الناس اللي حواليك وساعدوا. مش هيجرى حاجة، مش هيجرى حاجة ابدا لما تنزلي تساعديها، تحطي لها اللقمة، تشيلي اللقمة. شوفي رجلها تعبها دعكيها لها، دلكيها، اسألي عليها، سرحي لها شعرها. امك، اعتبريها امك. والله العظيم بيفرحوا بالحاجات دي قوي. حطوا نفسكم مكانهم، لو انت كده ومرات ابنك بتعمل معاكي كده تحبيها ولا لا؟ بصوا هنا كنت بديها اريال وقالت لي بالمره حطي ايه على الحاجات بتاعه المطبخ اللي احنا كنا بنمسح بيها بقى دي. هي عاملاها زي فوط كده، اي حاجه هي مش محتاجاها. بنطلون صغنن بتوع حد من بناتي مثلا، حد من اي حد في البيت، حاجات من دي صغرت. حاجه مفرش خلاص داب بتقطع بهدل مش محتاجاه، فبتمسك بيه بقى حله، تمسح بيه رخامه، تمسح بيه ارض كده. بعد ما بنخلص بقوم جايه غسلاهم كده ونشراهم بيكونوا ايه زي الفل. فهي كانت بتقولي بقى خدي لهم شويه اريال كده كمان عشان ينضفوا، قلت لها حاضر. فعملتهم واديتها برضو ايه تشغل الغساله بتاعتها. وابتديت ان انا بقى ايه انضف كده عشان خاطر بالمره بقى انضف التربو اللي عليه الموبايل اللي انا مستعملاه ستاند بقى دلوقتي. وبعد كده بقى ايه هنمسح الارض. مش عارفه صوتي ماله برد ده ولا ايه، الواحد بس بقاش يستحمل البلبطه في الميه. لو غسل شويه مواعين بيعي، ونغسل سجاد ونغسل فرش ونغسل كل حاجه، مكانش بيحصل اي حاجه. يلا الحمد لله. كده بقى ايه كنت خلاص هنا خلصت الايه ال- المواعين. هنا بقى ايه الحوض كان لسه بيصفي بقى من الحاجات اللي فيه. قلت بقى ايه انضفه وامسح، ولو في حاجه متعلقه فيه كده بشيلها برميها في الباسكت عشان ايه ما تنزلش جواه. هو اصلا احنا كده كده كنا غاسلينه قبل المواعين، وهو كده نضيف. بنشفه برضو بعد كده ما بسيبوش ايه في حاجه. بصوا المواعين دي هي كده الاطباق نايمه، لو جيت وقفتها مش بتقف لان المطبقيه ضيقه. فمش معنى كده ان هي مش مرصوصه، لا هي مرصوصه بس هي كده يعني. هنا بقى ايه قلت امسح التربو القمر بتاعها ده. ده كنت حاطه عليه الستاند، بس كنت مقربه من الحوض شويه. الستاند ايه اللي حاطه عليه التليفون وبصور. بصوا بقى انا في العادي اصلا بطلع كل مره، لازم انا اطلع لها اللي في التربو ده واظبطه لها. هي اصلا مش من النوع اللي بتبهدل يعني، هي بتدخل البصل متقشر، بتدخل مش متقشر قوي يعني، بتشيل القشره الحمراء اللي بتقع منه دي عشان ما يتبهدلش. والبطاطس مش بتدخلها فيها طينه ولا اي حاجه، بتحط الحاجه في الايه في التربو متظبطه الصراحه مش بتبهدله. بس انا بقى موجبه بقى شايله الحاجات مسحها لها مسحه حلوه منضفه لها كده يعني. لازم يبقى في لمسه جماليه كده في المكان، وان احنا ايه اللي عايز يعمل حاجه يا جماعه بيعملها. والله العظيم اللي عايز يعمل حاجه بيعمل، ما بيستناش ان يكون في شغلانه يعملها، ما بيستناش ان في حد يقول له اعمل وكده. تمام. بس برضو ده كمان منظر المطبخ بقى بعد ما خلصنا. لو عجبك الفيديو والروتين عند حماتي قولي لي في التعليقات عشان ابقى اعمل لكم فيديوهات كتير. وان شاء الله. اهم حاجه بس ما تنسيش تحطي اللايك ها. هنا بقى بعد ما خلصت الشغل ده عملت كوبايه شاي رايقه كده، وهي دي الكوبايه اللي بقول لكم عليها كوبايه الروقان، اللي هي بتبقى ايه بعد تخليص الشغل بقى يعني. فاهمه لو عايزه تحسي بروقان بقى، خلصي شغلك كده واقعدي اشربي كوبايه الشاي دي. هنا بقى مسحت الارض. بصوا بقى المفروض ان انا اصلا كنت مسحت الارض عشان انا مش عارفه اصور، فقلت برضو ايه اجيب لكم كده ان انا بمسحها اهوت بايد وبصور بايد. بس انا اصلا كنت مسحتها ونضفتها حلو، وقلت ايه قاعد عليها معاكم. تمام. لو عجبك الفيديو حط اللايك، اهم حاجه اللايك ها. تفاعلي مع الفيديو بتعليق حلو ودعوه حلوه منك، وقولي لي رايك في الكلام عن موضوع الحما ومرات الابن ده، لا قولي لي في التعليقات. وربنا يا رب يهدي الدنيا على بعضها اهم حاجه ويهدي النفوس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، مع الف سلامه. باي باي.